كل اللي نعرفه إنهم كانوا جيران هو وياسمين في المعادي، وعاشوا عمرهم كله مع بعض لحد سن الشباب، ونشأت بينهم قصة حب كبيرة. وكانت ياسمين لسه فتاة الإعلانات الصغيرة مش نجمة كبيرة. ولما حصلت حادثة الاعتداء الشهيرة على أحمد برادة، اسم ياسمين جه في القضية، واتقال إن السبب في الحادثة هو ارتباطهم ببعض، ولحد دلوقتي محدش عارف كان فيه إيه. وبعدها اتعرفت ياسمين على رجل الأعمال محمد حلاوة واتجوزته، وفجأة فجر محمد حلاوة مفاجأة، وهي إن أحمد برادة سبب الحادثة اللي حصلت له ودخل بسببها المستشفى. إحنا هنا بنتكلم عن حادثة بتخص محمد حلاوة، مش حادثة أحمد برادة الشهيرة. وفضل بينهم شوية اتهامات ومشاكل فترة، وكل واحد بيتهم التاني بالسب والقذف في التليفونات. نرجع بقى لبداية تعارف ياسمين ومحمد حلاوة. في البداية خلونا نعرفكم مين هو محمد حلاوة. هو واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر، ومن أسرة ثرية جدا، خريج كلية الاقتصاد الجامعة الأمريكية، ووالده كان محافظ كفر الشيخ قبل كده. اتعرف عليها في تصوير أحد منتجات شركته الخاصة، وبالمناسبة هو مالك مجموعة شركات ومصانع للعصاير والألبان في مصر. وأعجب بيها وقرر يتجوزها، وهي رفضت لأن سنها صغير. وحسب كلام ياسمين مع منى الشاذلي اتحايل عليها 3 سنين عشان توافق، وفي الآخر وافقت واتجوزوا. فأنا قلت له لا مش هتجوز، أنا صغيرة، رغم إنه كان متجوز ومخلف كمان. فياسمين كانت الزوجة التانية لمحمد حلاوة، وفضلت على ذمته زوجته الأولى، وده عرض ياسمين لهجوم كبير وقتها. وعاشوا مع بعض 17 سنة، وخلفوا ياسمين وسيف، وسمى بنته ياسمين من كتر حبه في مراته. ولما جت سنة 2018 أعلنت ياسمين انفصالها عن محمد حلاوة، وده بعد انتشار أخبار ارتباطه بريهام حجاج. وقالت ياسمين في البيان اللي نشرته إنها منفصلة من سنة. وإعلان ياسمين عن الطلاق جه عشان محدش يفتكر إنه اتجوز عليها. ومن وقتها لحد النهاردة، ورغم اعتراف ياسمين إن الطلاق كان قبل جوازه من ريهام بسنة، إلا إن الجمهور لسه بيهاجم ريهام حجاج ومفكرينها سبب انفصال ياسمين ومحمد حلاوة. والجوازة الثالثة والأشهر هو النجم أحمد العوضي، ودي الجوازة المحببة لجمهور ياسمين عشان العوضي فنان زيها وجمعهم أعمال كتير، فالجمهور شافهم مع بعض أكتر من جوزها السابق. وكمان أعمالهم سوا كانت معظمها رومانسية. وأعلنت ياسمين خبر انفصالهم امبارح بعد جواز دام حوالي 3 سنين ونص. الخبر اللي جه فجأة بعد عيد ميلاد ياسمين بيوم. وحسب كلام الناقد طارق الشناوي، فالعوضي وياسمين كان بينهم خلافات، وربما يكون كان في طلاق قبل بوست عيد الميلاد. وفكر العوضي ان البوست ده هيحل الازمه بينهم، لكن ياسمين اصرت على موقفها واعلنت الانفصال. في نفس الوقت كان العوضي لسه في دبي علشان العرض الخاص لفيلمه الجديد الاسكندراني مع المخرج خالد يوسف. لو عجبكم الفيديو تابعونا على نجوم الفن علشان تعرفوا